نريد، قالوا له نريد تنزل لنا مائدة من السماء. سورة البقرة ايش بيها؟ بيها من العدس القثاء، القرآن بمعنى الخيار، ومن قثائها ومن باقلائها ومن ثومها ومن عدسها ومن كذا ومن كذا، بدأوا يعددون ما شاء الله. القرآن بالأخير جاوبهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ انتم جاي شو تسوون؟ مو اكو سنة كونية وهاي اكو تعامل ما بين سين وصاد. قالوا القرآن الكريم ترى انتم جاي تبدلون نعمة الله. يا هي النعمة؟ النعمة هي اتباع موسى اولا، اتباع النبي اولا، وبعد طلبوا التفاح وطلبوا العدس وطلبوا الخيار وطلبوا الثوم وطلبوا، وبالنتيجة شنو اللي صار؟ وفوا. هاي السنة اللي الله سبحانه وتعالى ايش قالوا تردونها؟ يلا خذوها. اللي يريد حرث الدنيا ننطيه، واللي يريد حرث الآخرة نقول له بالآخرة تاخذ حقك. صح لو مو صح؟ زين. فتغيير الواقع. هسه واحد، هذا الكلام يجرني إلى موضوع مهم. البارحة هيجي بيني وبين نفسي أفكر، أقول تكرار المجالس للحسين في كل سنة شنو فائدته؟ شنو فائدته؟ من الممكن أن أسمع باليوتيوب، من الممكن أن أسمع بالتلفزيون، صح لو مو صح؟ أولاً هاي محفوظة بعين أهل البيت سلام الله عليهم، يعني بقائها ببركات آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. أكو يد إلهية وغيبية هي اللي ترعى الأمور. هذا متفقين عليه ومختلفين؟ متفقين. زين. وبعد اخواني ترى تدرون هاي ايش قد شغلت؟ هاي مدارس متنقله سنويه. هاي المدارس اليوم احنا اخذناها جيل عن جيل، من اب من جد الى ابن الى حفيد. صح لو مو صح؟ خلونا بالكلام. الكهرباء تروح ترجع طبيعي، احنا متعودين بيوتنا بغير مكان. بعد امرنا وامركم إلى الله سبحانه وتعالى. إذا هو مواليد 88 وزير كهرباء، بعد شنو نحط له بعد؟ متعودين إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يحشرهم مع من يتولون. بس هذا اللي يحشرونه بجكساسة شلون يعني؟ وين يحطونه يعني؟ يخلونه يدرب ما أعرف. على كل حال أنا ما دائما أبتعد عن هذا النقد. ليش؟ لأنه طعن الميت حرام، التمثيل بالجثث حرام. صح ولا مو صح؟ هاي مو بشر، هاي جثث. لأن الإنسان إذا كان عنده عقل وكانت عنده ضمير وكان عنده رحمة، ولكن بمجرد أن ينسلخ من إنسانيته وينسلخ من ضميره وينسلخ من حقيقته، راح يكون عبارة عن جثة خامدة تتحرك مثل ما تتحرك البنك، لا تحس ولا تشعر، ولم يكن لها لا غيرة ولا ضمير. شو نريد نسوي؟ 20 سنة نريد نقول لهم يابا حرام، هو مسوي له ممكن. تريد تقول له عيب، سولف لك بالعيب وسبحته 600 متر. شو تسوي له يعني مثلا؟ فالإعراض عن الجاهلين أفضل طريقة. الإعراض كائنا من كان. الله وكيلك، الله وكيلك. لو يصير ابن أمه أبوي. التمثيل بالجثة حرام. فالمرة عندنا وحدة من النساء يجل السامع. هاي تصوير؟ ها؟ بعد احنا قلنا التمثيل بالجثث حرام، ما نقدر أكثر من هاي. بالنتيجة النهائية اجوا بني إسرائيل: يا شنو اللي تردونه؟ قالوا احنا نريد العدس والثوم وكذا وكذا وكذا. رادوا الحصة التومينية يا جماعة. حصة تومينية سهلة، شنو اللي تردونها؟ تفضلوا يا مشونه، هذا نبي وموسى وكلم الله، وتو كان عنده ميقات وياكم وموعد. ها؟ قالوا لا. بالنتيجة النهائية التغيير يكون ما بين إنسان قابل أن يتغير،
قابل أن يتغير. ومرة ولذلك حتى القرآن الكريم شو يقول؟ فسالت أودية بقدرها، يعني بقدر منه؟ بقدر الإنسان اللي يستوعب. احنا عندنا نقول الأعمال تعرض على الإمام الحجة سلام الله عليه كل يوم اثنين وكل يوم خميس وبليلة القدر، صح لو مو صح؟ هاي ليلة القدر بعد تعطيك الرزنامة من أول يوم لحد السنة الجاية مال ليلة القدر، يصير اكو بدال لعله. فمن نبوع على هاي الأعمال وعلى هاي القضايا، هاي يصير بيها تغيير لو ما يصير بيها تغيير. احنا البارح ايش قلنا من الممكن واحد يصبح مؤمن ويمسي شنو؟ كافر، صح لو مو صح؟ وسبحان الله هاي الناس اللي جاي نشوفها الله وكيلك ما نستغرب، يمكن بعد المفروض ما نستغرب. ليش ما نستغرب؟ لأنه هو البارحة يعني قاعد في مكانات مؤمنة ومكانات محببة، اليوم من أول المطبلين للصهاينة. وين العاقبة؟ ترى حسن الخاتمة هي الخاتمة. ولذلك الإمام الحسن عليه السلام من يقولوا له ليش الناس بعضهم تتغير ويصير كذا وبعضهم ما يكمل بالتغيير وصعب أن نغير به؟ قال لهم هاي الدنيا تغير، قال لهم ولكن قطعة من قماش تكفيني لكفني. خلينا نلتزم بهاي والباقي سهل. ولذلك نشوف انه طابع الجزيرة العربية في زمن النبي والأئمة من الإمام أمير المؤمنين والزهراء عليه السلام. ولذلك فاطمة الزهراء شنو خطبتها الفلكية؟ شنو اللي قالت؟ شنتم تشربون الدم، صح لو مو صح؟ بتقتلون البنت، هاي الخطبة الفلكية المعروفة. وبعد كنتم جبناء يتخطفكم الطير من حولكم. وبعد اكو كلمات مشابهة بينهم وبين زينب سلام الله عليها. بعد شنو اللي كان ما بيناتكم؟ كان بيناتكم بالجزيرة العربية كان بينكم النبي هو اللي حافظكم، هو اللي ساندكم. فأنقذكم الله بأبي محمد، هيك قالت، صح لو مو صح؟ زين. نفس الجزيرة العربية اختلفت بمجرد أن أغمض النبي صلى الله عليه وآله مباشرة، يلا خلينا نروح سقيفة بني ساعدة، تفضلوا هاتي كذا، يلا صوت. صار الإجماع طق الشاكوش قال هذا بعد خليفة المسلمين يا معود، هاي نصوص، هاي آيات، هاي كذا. لا هسه حتى عندنا قانون وعندنا شرع وعندنا قوانين ويا القانون وعندنا عشاير، وبالاخير من نوصل يم الحق والباطل الشيخ اللي تجي تفصل براحتك وبخدمتك. السيد فلان هالقد والشيخ فلان هالقد والوجه فلان هالقد، بقوا الطاصرين اخوان الطاصرين واكم وواكم. يا ابو شيخ طيحنا كلهن، شيخنا وراك جهنم، مولاي وراك جهنم. تدري؟ لا تدري لو ما تدري. خلى ناس حفظ الاب والجد والفقيه. على كل حال اليوم انا هواي نسالف عن الترابه ما يخالف. فبالنتيجه النهائيه من الموضع يابه بعد فاطمه الزهراء الامام الحسن سلام الله عليه. الامام الحسن تعالوا واحد يجي يقول له يا مذل الشيعه، يا مذل الشيعه شلون؟ حتى نروح نقاتل معاويه. اجى معاويه قال لهم انتم شو تريدون؟ نغير؟ حنغير. المجتمع يريد غير، الله وكيلك العب بطوره. شلون؟ تجيبون لنا الدينار وجيبون لنا كاميرا قصه يجل السامع، ها؟ خلى هاي تمزح وهذه صح لو مو صح؟ هن ذني بعد اختلفوا الامام على الامام الحسن. الامام الحسين عليه السلام شنو اللي صار وياه؟ شنو اللي جرى وياه؟ من يباوع على اصحابه ويقول خير اصحابه ان شاء الله باكر نبين هذا الموضوع، يباوع على اهل بيته، يريد يغير واقع. ولكن هذا الواقع شلون يتغير اذا القلوب اللي كانت بيها الغلظه تحولت مو الى غلظه، تحولت الى عداوه شديده. ولذلك السيد بحر العلوم قدس الله
أمية وتاريخ قريش وتاريخ أبو طالب وقريش وآل هاشم، شلون كان الاحتدام والصراع ما بيناتهم، بحيث من هاشم اللي كان يهشم الثريد بوقت الأزمات والمحن إلى هاشم القتيل. من اللي قتله؟ من اللي قتله؟ خلينا نروح إلى كتاب هذا العالم ابن حرير، الله يقدس روحه، الله يقدس نفسه، كتبه تقريبا 97 إلى حد 98 إلى الآن مخطوط، هو عندي موجود. يقول بني هاشم من كانت في أود محنتهم وي بني أمية، بني هاشم يقول بني هاشم وبني أمية ما كان بيناتهم أكو صراع على مكانة وزعامة، لا كان أكو صراع قبل بنفس الوقت. فيقول أكو 3 صراعات دارت في ما بين بني أمية وبني هاشم. أول صراع تاريخي قديم، تاريخي، ولذلك هو نفسه يزيد ليت أشياخي ببدر شهدوا، صح لو مو صح؟ ليت أشياخي ببدر شهدوا، هاي شيء يرجعني على حقبة زمنية وفعلا. والطريق الثاني اللي كتبه السيد بحر العلوم قدس الله روحه، ايش قال؟ قال من كانت سردنة الكعبة لبني هاشم بني أمية تغير وضعهم، بني حرب تغير وضعهم. شنو اللي يتغير به؟ حسوا انه البساط راح يسحب من اقدامهم، انتفضوا وقلبوا الامور وسحبوا ما ممكن سحبه من بعض الدول وبعض المكانات. هو ما يقول الروم، يقول جوار الجزيرة العربية يجي يسميها، يقول حتى يشكلون حلف ضد من؟ ضد بني هاشم. سبحان الله، الجزيرة العربية من ذاك اليوم شكل حلف، والله العظيم، وراح يبقى هذا الحلف مستمر. الله وكيلك، لو مو تضرب أوبك ولو مو تضرب أرامكو، لو تمحيها نفس الشيء، بس شيل الكعبة بس ما ترهم. فتباوع الأمور. الحلف الثالث اللي صنعته بني أمية، الحلف الثالث اللي صنعته بني أمية، رادوا يخلون وجاهه، هاي الوجاهة تكون تقارن منو؟ النبي وآل النبي. قالوا احنا نسمي الأسماء بعد ما نسميه هبل واللات وعزة، لا بما نسميها؟ قالوا خلينا نسميها بأسمائنا، بس بني هاشم يكون لهم هاي العز وهذا الاسم، لازم نغير. وفعلا، ولذلك الإمام الحسين عليه السلام من بدأ يطلع من المدينة صار بينه وما بين أهل المدينة كلام. المدينة شوية أقل حدة من أهل مكة، حتى من صار الفتح وصارت الرحمة للنبي مو في مكة، وين؟ بالمدينة المنورة يثرب. فنشوف النبي صلى الله عليه وآله بدأ يأسس بالمدينة. وصل الحسين عليه السلام خرج من مكة إلى المدينة. أول ما توجه الإمام الحسين عليه السلام إلى قبر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ماذا قال؟